يقول أحسن الله إليكم، السلام عليكم، غفر الله لك ولوالديك وللمسلمين. آمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الوصية للمسلم في حال الفتن وتوجيهكم للعبد حتى ينجو من هذه الفتن، وجزاكم الله خيرا. نعم. الوصية للمسلم في الفتن الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لزوم الكتاب والسنة. ثانيا الإقبال على العبادة، كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج اختلاط الأمور، فتن، لأن الناس منشغلون بهذه الأمور، فكون يقبل العبادة يعني خالفهم وتعبد في وقت الناس فيه منشغلون، كالذي يصلي الليل والناس نائمون. ثالثا الرجوع إلى أهل العلم وأهل البصيرة، يرجع إلى أهل العلم ويسلم في مشكل عليه. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. رابعا الابتعاد عن أسباب الفتن، يبتعد عن أسباب الفتن ومكانها ومواقعها، مواقع الاتصالات وغيرها التي قد تجره إلى الوقوع فيما حرم الله عليه. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الدجال فتنة عظيمة، الدجال له فتنة. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين خلق آدم وقيام الساعة أمر خلق أعظم من الدجال. الدجال صيغة مبالغة، وهو الذي معه خوارق في آخر الزمان. من الخوارق أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويقطع رجل نصفين يقول: قم فيستوي قائم. ومن أطاعه وتبعه أقبلت عليه الدنيا، ومن رد قوله يصبح موحلا فقيرا. فتنة عظيمة. ولهذا جاء في الحديث أنه يتبع الدجال أناس يقول: نعلم أنه كذاب لكن نتبعه لنعيش عيشة الرغيدة، أعوذ بالله، آثر الدنيا عن الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. وجاء في الحديث أن من رأى الدجال فلينأ عنه، لأنه قد يأتيه الإنسان يقول: أنا عارف، فإذا رآه افتتن، نسأل الله السلامة والعافية. هذا من البعد عن أسباب الفتن، من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يفعلها عند الفتن. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن وأن يثبتنا على دينه القويم. نعم.